السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير. وانتم كتشوفوا لا فيديو. مرحبا بكم معايا في وصفه جديده. اليوم ان شاء الله نقترح عليكم حريشات كيجيو رائعين اقتصاديين، والاهم انهم بالشاش وبنان وكيتحضروا طاغي. نتمنى انهم ينالوا الاعجاب. بالنسبه لهاد الحريشات غادي نحتاجوا لهم عندي واحد ياغورت طبيعي بدون نكهه، عندي نصف كاس ديال الزيت، كاس ديال البرتقال، عندي كاس ديال السكر، حبه ديال البيض، جوج خمارات، وعندي واحد السكر بالنكهه ديال زهره البرتقال، عندي واحد القبيصه ديال الملحه، وعندي 4 الكيسان ديال السميده رقيقه باش كنصاوبوا الحرشه. صافي غادي نبداو على بركه الله. يا بسم الله. غنوضعوا حبه ديال البيض، وغادي نوضع معاها السكر، وغادي نوضع معاها قبيصه ديال الملحه باش كنصحوا الذوق، واحد الساشي ديال النكهه ديال زهره البرتقال. غنخلطوا هاد العناصر بالخلاط اليدوي. هنا غادي نضيف نصف كاس ديال الزيت، هنا غادي نضيف كاس ديال العصير ديال البرتقال او المندرين اللي متوفر، نخلط كذلك. وغادي نضيف ياغورت طبيعي. صافي غادي نضيف الياغورت، صافي غادي نخلطو مزيان، وغادي نضيف السميده. صافي فوالا نخلط كذلك هاد الياغورت، وغادي نضيف السميده تدريجيا. هنا غادي نضيف جوج ديال لي ساشي ديال الخميره من فئه 8 غرام، بالمجموع 16 غرام. الفران راني وضعته شلت عليه حاليا باش يسخن. كيف كتلاحظوا القوام ديالها راه خفيف شي شويه، يعني غنخليوه نتسناو على واحد شويه، واحد 5 دقائق 2 دقائق، يعني على حسب السميده. هنا من بعد ما كنخليها حتى كتشرب لي شي شويه بحال هكا، يعني الجهه اللي تقدروا تكبروها. صافي غادي ناخذ السميده فاش غادي نفندوها، سميده رقيقه ولا سميده متوسطه اللي بغيتو. صافي وغادي ندوزها في السميده ونحاول نقاد لها الجوانب ديالها ونحطها. ها هو اللي كتدخل الفرن. صافي غادي نشكلهم بنفس الطريقه. من بعد ما كنشكلهم غادي ندخلهم الفران اللي قلت لكم ديجا راه مسخن. غادي نشعل عليهم من الفوق حتى كيتشقوا، من بعد نشعل
الفيديو ديالنا كتكون وصلت النهايه ديالها. نتمنى الحريشات اللي حضرت معكم اليوم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم، فعلا كيجيو رائعين وكيستحقوا تجربه. كتلاحظوا المقادير ديالهم راها بسيطه واقتصاديين وسهلين في التحضير. نتمنى انكم تجربوهم وتردوا عليا كيف جاوكم. ولا كنتي اول مره كتشاهدي القناه ديالي فمرحبا بك، ضغطي حبيبتي على الزر الاحمر وفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد ان شاء الله. ولا كنتي من متابعات القدام ديالي نقول لك ما تنسايليش من نفسيما، وكذلك تخلي لي شي كومونتير. ما نطولش عليكم بزاف. غادي نفتح معكم وحده ضروري باش تشوفوا كيف كيجيو هشاشين بزاف في المذاق ولا اروع. نقول لكم نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله. تهلاو لي في راسكم، مع السلامه. الله يرحم ماما.